مشاهدين قناة جسر الأمل في كل مكان في مصر وخارج مصر. الناس اللي بتقول إن أعظم حدث في تاريخ مصر هو دخول عمرو بن العاص، تعالوا نفكر شوية. الكلمة دي بتختصر 7000 سنة من المجد في سطر واحد غلط. مصر يا سادة ما كانتش أرض فاضية مستنية الفاتحين، دي كانت حضارة ماشية لوحدها من أيام ما العالم كله كان لسه بيتعلم يعني إيه كتابة، وكانت هي اللي بتكتب التاريخ على جدران المعابد. دي مصر اللي أسست أول دولة في التاريخ، وعرفت القانون والإدارة والزراعة والتنظيم قبل ما روما نفسها ما تتبني ب2000 سنة. بلد كان فيها جامعة في عين شمس قبل ما أوروبا تعرف يعني إيه كلمة تعليم. مصر دي اللي دخلها سيدنا إبراهيم عليه السلام وتزوج منها السيدة هاجر، وحكمها سيدنا يوسف الصديق وأنقذ المنطقة كلها من المجاعة، ومشى على أرضها السيد المسيح وأمه العذراء، وتجلى فيها رب العالمين لموسى على جبل الطور. يعني أرض ربنا باركها قبل ما التاريخ نفسه يكتب سطر واحد. وشافت كل الأنبياء واحتضنت كل الرسل. فلما حد يجي يقولك ان الفتح العربي هو اللي بدأ حضارتها، لازم نقف ونفكر بالعقل. الفتح العربي لمصر كان تحول سياسي وديني عظيم، بس ما كانش بداية حضارة، لأن الحضارة دي كانت موجودة وشغالة قبل كلمة فتح نفسها ما تتقال. الإسلام لما دخل مصر ذاتها نور وإيمان، ما لغاش تاريخها بل وسع في هويتها. اتكونت شخصية جديدة عظيمة اسمها الهوية المصرية الإسلامية، هوية جمعت بين العرق الأيمان وبين الفراعنة والفتوحات، بين الحضارة والعقيدة. عمرو ابن العاص ما دخلش بلد خالية، لا، دخل بلد فيها نظام وضرائب وزراعة ونيل بيطعم الملايين. دخلها بمعاهدة مش بحرب شاملة، لأن المصريين كانوا فاهمين إن التغيير الحقيقي مش بالسيف، بالعقل وبالإدارة. يعني باختصار مصر ما اتولدتش سنة 641 ميلادية. مصر كانت أم الدنيا من قبل ما التاريخ يبقى له اسم. وشوفوا النهاردة بعد آلاف السنين واحنا بنفتتح المتحف المصري الكبير اللي هو أكبر متحف أثري في العالم. مش بنعرض تماثيل، احنا بنعرض تاريخ مجدنا وهويتنا. المتحف دي مش مبنى للحجارة،
دي رسالة للعالم إن مصر لسه واقفة ولسه بتكمل في كتاب الحضارة اللي بدأته من 7000 سنة. كل حجر فيه بيقول كلمة واحدة: أنا مصري البداية اللي ملهاش نهاية. مصر حضارة ما بتخلصش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.